السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بأمر الله هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله بجد روعة خطيرة. يعني شايفين كده الجمال قدامكم اهو، حاجة كده تشرفك في أي عزومة، أي فرح ممكن يبقى عندك، أي مناسبة. فهتقدري فعلا تعمليها وتبقي ان شاء الله واثقه كده ان هي تطلع حاجه جميله كده زي اللي انتي شايفاها دي. مش بتكلفنا حاجه ولا بنصرف فلوس كتير ولا اي حاجه خالص. يعني بشويه مكونات بسيطه كده على قدنا بنقدر نعمل قالب المكرونه الجميل اللي قدامكم ده. فيها كل العناصر الغذائيه المفيده لنا ولولادنا. كمان الدهون فيها بسيطه قوي قوي. يعني انا بعمل جزء دهون وجزء وكميه من الزيت. بس احنا كده هنعملها مع بعض وخطواتنا كده هنعملها بالراحة وتابعوني وان شاء الله تعجبكم الطريقة. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية كده قبل ما نبدأ ونقول ايه هي مكوناتنا، قبل اي حاجة يعني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوني كده بالتعليقات وتشجعوني كده عشان ان شاء الله انا اقدر استمر وانزل فيديوهات جديدة. نقول بسم الله كده. اول حاجة يعني معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بيحتاج معانا كيلو من البصل بشرناه ونزلنا بيه مع معلقتين 3 زيت. هنقلب البصل كده تقلبتين 3 لحد ما البصلة معانا يعني لونها يتغير شوية. وبعد كده نزلنا باللحمة زي ما انتم شايفين، وبعدين شوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية بهارات لحمة. هنقلب الخلطة دي كلها، وبعدين طماطمية مبشورة صغيرة نزلنا بيها، وشوية كاتشب ده اختياري بس بيفرق معانا خالص في الطعم. بعد كده نقلب كل الخلطة دي ونغطيها ونوطي النار ونسيبها تستوي على نار هادية خالص. يبقى كده اهم حاجة عندنا ان البصل يبقى كمية البصل مضاعفة للحمة. خلصنا كده اللحمة ووطينا عليها وسيبناها تستوي. هنبدأ نعمل البشاميل. نزلنا ب7 8 معالق كده من السمنة، عليهم برضو 7 8 معالق من الدقيق. يعني 7 معالق سمنة عليهم 6 معالق دقيق، او 8 معالق سمنة عليهم 7 معالق دقيق. هنقلبهم مع بعض. هنا قدامكم كمية الدقيق محتاجة كمان شوية سمنة، فانا هزودها شوية سمنة. ما ينفعش تبقى الدقيق ماسك فيها. ونقلبها وناخدها كده يعني لسعة بسيطة. وبعد كده ننزل باللبن. هنقلب اللبن كويس قوي لحد ما نفك كل التكتلات اللي فيه. يبقى كده 7 معالق من الدقيق عليهم 8 معالق سمنة عليهم كيلو من اللبن. كيلو اللبن بنزوده نص كيلو مية، ونقلب كويس قوي لحد ما نفك التكتلات دي. بصوا انتوا شايفيني كده زودت اللبن مية. كيلو اللبن بنزوده حوالي نص كيلو مية، وبنقلب يعني ما نقلقش خالص. لو لقينا فيه معانا تكتلات ممكن كده بالهاند بلندر ناخده كده ضربتين يعني على الماشي ونفك كل التكتلات دي بس. وبعد ما يتقل معانا هنطفي النار عليه ونسيبه يبرد خالص. معانا هنا اخدت ضرب كده زي ما قلت لكم، فكيت كل التكتلات اللي فيه. وبرده كده هسيبه على النار، هرفعه على النار تاني على نار هاديه لحد ما يديني القوام الجميل بتاع البشاميل. تقلبيه كده لحد ما يتقل ويدينا القوام الكويس اللي احنا محتاجينه مع بعض. نقلب كده بين الوقت والتاني. هنبص على اللحمه هنلاقيها ما شاء الله، بصوا جميله جدا بدون سمنه ولا دهون، شويه زيت صغيره معلقتين 3 زيت. والبشاميل ادينا بنقلب فيه وفكينا اي تكتلات كانت موجوده فيه بالهاند بلندر. هنقلبه كده بس طبعا النار بتبقى هاديه قوي عليه عشان مش عايزين البشاميل يتلسع مننا او يتحرق.
لحد ما يدينا كده يبدأ يغلي معانا، يدينا الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي كده. يبقى البشاميل معانا استوى، وكمان ادانا القوام اللي احنا محتاجينه المطلوب. خلاص احنا بقى بنطفي عليه وبنسيبه، لان لما بيبرد بيتقل اكتر من كده. بعد ما يبرد معانا خالص ونتأكد ان هو برد، هنكون ضاربين بيضايه بشوية فلفل وشوية ملح، وننزل بيها على البشاميل. بيضايه واحدة بس، مش اكتر من كده. هنقلبها كويس مع البشاميل كويس قوي كده. قلبيها كويس قوي. ولو احتاجتي برضو الهاند بلندر تاني ممكن تاخديها ضربه كده عشان تتاكدي انها ما فيهاش اي تكتلات. هنجيب قارب وهندهنه من تحت فرشه كده وشويه زيت. الزيت هنا مهم وضروري قوي، لان بيخلي معانا البشاميل ما يلزقش، المكرونه ما تلزقش معانا في الصينيه او في القارب. فانا بعد المرحله دي كده مفيش سمنه، السمنه في البشاميل بس. لكن بالنسبه للقارب او الصينيه اللي هتعملي فيها هنكمل الوصفه بالزيت. حطينا شويه زيت تحت البشاميل وقلبنا، مثلا فردناه بالفرشه، وهنبدا نحط 3-4 معالق من البشاميل ونفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنبدا نرص المكرونه. بس هناخد شويه من البشاميل نحطهم على المكرونه، هنقلبها كويس قوي كده. خلي البشاميل يختلط مع المكرونه، ونبدا نرص اول طبقه من المكرونه. ونتاكد ان مفيش اي مكان فاضي، نرص المكرونه كده بالتساوي. وبعد كده هنفرد اللحمه. فردنا اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا برضو نحط شويه من البشاميل على المكرونه، ونكمل الجزء التاني من المكرونه على الوش. وبعد كده هننزل بطبقه البشاميل اللي احنا عملناها. قوام البشاميل هنا مش تقيل قوي وبرضو مش خفيف، مجرد ما ندخله الفرن هيتقل معانا وهيدينا الوش الجميل اللي هنشوفه دلوقتي. حطينا كل كميه البشاميل. هنبدا نحط شويه من الزيت كمان على الوش زي ما انتوا شايفين كده. مش سمنه، قلنا هنعمل هنا بقيه الوصفه بالزيت. حطينا شويه من الزيت على وش القارب، وبعد كده هننزل بشويه جبنه موتزاريلا، ودي اختياري عندك لو موجوده او مش موجوده. مش مكون اساسي يعني، بس بتدينا طعم جميل كده في الاخر، ومطه كده جميله في المكرونه واحنا بناكلها. حطينا كده الجبنه الموتزاريلا على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجبنه مع شويه الزيت مع البشاميل بتبدا تسيح كده وتدينا المطه الجميله اللي احنا هنشوفها دلوقتي. خلصنا كده، حطينا كل كميه الجبنه الموتزاريلا اللي معانا. هندخلها الفرن. هنولع في الاول الشوايه تدينا الوش الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده نوطي النار خالص ونغطيها في قلب الفرن ونسيبها تستوي على نار هاديه. طلعناها اهو من الفرن، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الطعم والشكل روعه وحكايه. اعملوها بالطريقه دي، جميله جدا قوي 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 بجد، خطيره. بصوا الجمال، جميله جدا. يعني هتعملوها مش هتستنى خالص في وقتها، ما شاء الله هتخلص. يعني انا متاكده من اللي انا بقوله ده، جربوها بس. قطعها كده، هنسيبها تبرد شويه
ما ينفعش نطلعها سخنة في وقتها، بنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة تبرد، وبنبدأ نطلعها كده معانا مع بعض. زي ما انتوا شايفين بصوا القطعة يعني جميلة ازاي ومتماسكة. يعني هنا ما كانتش بردت قوي، المفروض بتبرد عن كده شوية. بجد روعة وجميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش تتفاعلوا معايا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اي اشعار باي حاجة انا ممكن انزلها. بصوا الجمال، بصوا البشاميل من جوه يعني، بصوا جمال المكرونة، بصوا بصوا البشاميل مع اللحمة المفرومة. آه، تحفة. يا رب النهاردة ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، وان شاء الله تقولوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.